معلش، في الكام يوم اللي فاتوا كنت تعبان أوي، فما قدرتش أقول لكم حاجة. بعد ال بعد اليوم الجميل بتاع جنازة الحاج عبد المنعم اللي ضحكت فيه قد ما ضحكت في حياتي، تعبت، تعب متوقع، بس أنا ما رضيتش أزعجكم بالقلق ده. كمان الدكاترة كانوا بيدوني منومات بالعبيط، أنا كده ماشي، مش هتفرق معايا المسكنات والمنومات يعني. بس أنا النهارده حاسس إني أحسن. الأعضاء الحيوية في جسمي كلها فايقة وعندها استعداد تعمل كل حاجة. المشكلة لمّا تلاقي حد بيموت وتلاقيه قام فجأة كده، تعرف إنه خلاص ماشي، مش في المسلسلات وبس، الدنيا كلها. أمي الله يرحمها فاقت آخر يوم ليها في الدنيا وبعدين مشيت. بس أنا النهارده حاسس إني تمام ومش عندي استعداد أمشي النهارده. أصل أصل هي كلها 15 يوم ومش هتشوفوني تاني، فخلّوني أتبسط بالكام يوم دول. أنا خرجت من المستشفى عشان النهارده كاتب كتاب وفرح بنتي. خطيبها كان جالي المستشفى مع اللجوم وهي من كام يوم قالت لي عليه، فرحت وطلبت منها تكلمه. لما كلمني قلت له نتجاوز الشكليات كلها وحددت لهم ميعاد الفرح، بس أنا ما عنديش وقت، نفسي أشوف بنتي عروسة قبل ما أمشي، هبقى مبسوط أوي. أنا تعبان فعلا ومش قادر أقف، بس النهارده هرقص مش بس هقف. حماتي جابت لي بدلة كانت شيك عليا أوي من 20 سنة، بس أنا كنت في المستشفى بقيت جلد على العظم. دلوقتي لقيت لي حل، لبستني تحت البدلة بتاع 10 حاجات عشان تنفع عليا، شيك أوي في الفرح، لدرجة الواد العريس قال لي إني هسرق الأضواء منه. بكاش أوي الواد ده، عشان كده بنتي حبته. جوز أختي حجز لنا قاعة، إنما إيه، وزير بقى، مش حد بيعرف يحجز قاعة فرح في زمن قصير كده. لقيته كمان متفق مع كام مطرب من اللي بيغنوا اليومين دول، قال له كنت استنى يومين أروح أجيب لك مطربين الزمن الجميل من هناك وأجي. نكتة سخيفة من بتوعي، ما أنت عارف، بس كلهم سخسخوا عليها. وصلت القاعة، خدت جنب، خدت الأدوية وقعدت مستني. أنا مستعد النهارده أرقص وأعوض بنتي عن كل حاجة. مراتي كانت بتجيب لها حاجات كتير الأيام اللي فاتت وتبعت لي الصور، أشك إنها صور حقيقية، بس أنا عارف مراتي وعمايلها، سوسة بس غلبانة. هي الله أكبر. أنا شايف العروسة داخلة أهي، قمر في الليل التمام. إيه ده كمان؟ أنا شايف أمي كمان داخلة وراها، لابسة فستان سواري هايل، وأبويا كمان أهو، وجدي، كل الناس الحلوة اللي كانوا في حياتي هنا بانت كده خلاص. أنا ماشي دلوقتي، وقتي جه وأنا خلاص عرفت السيناريو، هاقوم أرقص مع بنتي وفي وسط رقصها وتاخدني أمي وأبويا وجدي ونمشي. بس أنا مش عايز حد يزعل عليّا، أنا مُت وقت ما ربنا كان كاتب فخلاص. كمّلوا فرحكم وارقصوا وافرحوا، أنا خدت نصيبي من الدنيا ومش عايز حاجة تانية.